الجزائر لا تخفي أنها تدعم الصحراويين في تقرير مصيرهم، هذا موقف ليس جديدا. لكن ما شأن الجزائر؟ لماذا لا يترك القول الفصل هنا للأمم المتحدة في هذه القضية هنا سيد جمال؟ اعتبار الصحراء الغربية أرض مستعمرة تدخل في إطار تصفية الاستعمار، يعني هذا لا يمكن كذلك نكرانه. يعني السؤال بسيط، أين توجد البوليزاريو؟ ألا توجد على أراضي جزائرية؟ فلتتنازل الجزائر عن تندوف وتعطيها الأراضي لتبني فيها ما تشاء. يجب الاعتراف كذلك أن هناك سكان في الصحراء الغربية غير مرتاحين يعني أن يكونوا تحت الحكم المغربي. تتكلم عن مناطق حرة أو مناطق متحررة، على أي مناطق متحررة يتحدثون؟ من هي؟ أيعنوا بها تندوف؟ نعم. لا يمكن الإقرار أن هناك جذور تاريخية، جذور محاولة المغرب تحرش بالجزائر بعد الاستقلال، يعني الاحتلال المغربي. هناك لأثبت للأخ هناك أنه ناطق رسمي باسم بوليزاريو، يكفي أن يقول أن هناك قوات الاحتلال المغربية. أنا لم أستعمل هذا التعبير. لم يستعمل. أنت تقول لي ما لم أقول. المغرب كان حاول السيطرة حتى عسكريا بعد الاستقلال، والجزائر كانت ضعيفة، جيش التحرير الجزائري كان ضعيفا، حاول السيطرة على أراضي جزائرية وزعم أنها مغربية. الصحراء الغربية 80% تسيطر عليها المغرب، هناك منطقة عازلة، هناك 20% يسيطر عليها ما تسمي نفسها الجمهورية العربية الصحراوية البوليزاريو. هذه الصورة. طبعا بالنسبة للجزائر الموقف الرسمي الجزائري أنه إن كان هناك دعم حقيقي لما تسميه الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، موقف ثابت من الجزائر التي تقول بأنها مرت بنفس التجربة، تجربة استعمارية. هناك لا يجب أن تتورط أو يجب توريط الجزائر لتكون طرفا مثل ما تريد المغرب أن تكون. ولكن سيد جمال، يعني لا يخفى ولم يعد سرا هذا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليساريو، هل تنكر ذلك؟ الجزائر لا تنفي ذلك، هي تقول صراحة بأنها تدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، وأنها ترحب بطرح أممي لإجراء استفتاء في الأراضي الصحراوية. ما جدوى ذلك؟ لماذا لا يتم ترك قضية الصحراء وهذه هي الأزمة إلى الأمم المتحدة للحل فيها من دون أي تدخل من دول الجوار الذي قد يسببهم هنا ربما تغذية لهذا النزاع بدلا من حله؟ طيب، الموقف بالنسبة للأمم المتحدة هناك اتفاقات وقف إطلاق النار، هناك مسار. طبعا الطرح الأممي هو أنه إجراء، والذي يرحب به الصحراويين ويرحب به البوليزاريو، وإجراء استفتاء لتقرير مصير من هم في الصحراء الغربية. هذا هو الموقف، وهذا تدعمه الجزائر مثلا. في مقابل الطرح المغربي هو كان في السابق رفض أي مساس بالوحدة الترابية للمغرب. ومؤخرا كان هناك طرح مغربي أو دعوة مغربية إلى استقلال ذاتي للصحراويين في الصحراء الغربية. ولكن ما شأن الجزائر؟ لماذا لا يترك القول الفصل هنا للأمم المتحدة في هذه القضية هنا سيد جمال؟ الجزائر تقول أنها تدعم مثل ما قلت الموقف الرسمي الجزائري. أنا لا أمثل الجزائر، الموقف الرسمي الجزائري، أنا محلل سياسي. الموقف الرسمي الجزائري يقول بأن الجزائر تدعم حق الصحراويين في تقرير المصير. طبعا إذا أردنا أن نعود إلى جذور هذه المشكلة يجب أن نعود كذلك. الجزائر ترى أن المغرب بعد الاستقلال حاول الاستفراد بها، كانت هناك حرب الرمال بين الجزائر والمغرب. المغرب كان حاول السيطرة حتى عسكريا بعد الاستقلال، والجزائر كانت ضعيفة، جيش التحرير الجزائري كان ضعيفا، حاول السيطرة على أراضي جزائرية والزعم أنها مغربية، وتوحد الجزائري، وكان هناك تمرد عسكري للجيش لجنود في الجيش التحرير الوطني. ثم لما كان هناك هجوم مغربي توحد الجزائريون وعادوا. طيب، حتى لا نخرج عن الموضوع، وسأعود إليك تعقيبا على جذور المشكلة التي أتيت على ذكرها، ولكن أنتقل هنا لموضوعنا أيضا. دكتور ميلود، يعني كيف تنظر الآن المغرب إلى مسار تسوية هذا النزاع وفق منظور الأمم المتحدة وموقف ودور الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع؟ أولا اسمح لي أن أؤكد للأخ الكريم، هناك هو محلل سياسي ولكن يتكلم باسم البوليزاريو وباسم الدولة الجزائرية. لا نفرق الآن بين خطابه وبين معجمه وبين معجم الرئيس الوزير الخارجية الجزائري والقادة الجزائريون.
يعني يجب أن نخجل من العرب بصفة عامة، يجب أن نخجل من تزوير التاريخ. السؤال بسيط الأخ هناك: أين توجد البوليزاريو؟ ما هي مصادر التمويل؟ من يقدم اللوجستيك؟ من يلعب دور الدبلوماسي؟ من هو المحامي للبوليزاريو داخل الاتحاد الافريقي، داخل الامم المتحده، داخل كل المنظمات؟ لسنا بحاجه اليوم الى النقاش بيزنطي. الجزائر طيب، أنا هذه التساؤلات طرحتها عليه هنا دكتور ميلود، يعني حتى نستمع إلى سؤالي مرة أخرى: كيف تنظر المغرب إلى دور الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع؟ من ناحية القانون الدولي المغرب واضح جدا، هو أنه يلتزم أول بالشرعية الدولية. المغرب الآن واضح جدا، حتى في التقرير الأخير للأمم المتحدة ردد ما قاله الخطاب الملكي في ثورة المسيرة الخضراء الأخيرة. نعم. أن المغرب يعني يتفاوض على مبدأين أساسيين لا يمكن الخروج عنهما. هما أولا الوحدة الترابية للمغرب، ثانيا السيادة الوطنية على كافة التراب الجنوبي المغربي. في غياب هذين الشرطين ليس هناك أي مشكل للمغرب أن يتفاوض، وهذه رسالة واضحة جدا. فالمغرب له كل الشرعية للرد بقوة ومتابعة البوليزاريو حتى داخل التراب الجزائري أي تندوف، ويجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع. إذا المغرب لن يلعب ولن يقبل أن يرى أي تواطؤ من أي قوى مهما كانت. على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها واضح. وتطبق القانون. طيب، أسأل هنا سيد جمال. أقول الأخ إذا على ضوء هذه التحركات، يعني استمعت سيد جمال، هنالك مطالب واضحة من المغرب. دكتور ميلود بالقاضي يقول لابد أن تلتزم الجزائر الحياد على ضوء هذه الأزمة. لا أمثل ولا أعبر لا على البوليزاريو ولا بالعكس، أنا لا أنتقد الأنظمة في الجزائر وفي المغرب. يعني كان المفروض إيجاد حل سلمي وعادل لهذه المشكلة بالتاريخ، وموضوع التاريخ واتهام هنا بتصوير التاريخ. كيف ذلك؟ لابد من إيجاد حل. القانون الدولي يعتبر من يجب أن يلعب هذا الدور سيد جمال؟ في محكمة العدل الدولية فيما يخص الصحراء الغربية يعني. ثم المغرب قبل بالأمم المتحدة. نحن الآن أمام أمر واقع حتى لا نعود إلى التاريخ. طيب. ما هو الدور المطلوب الآن من الجزائر؟ هل يمكن أن تلعب دور إيجابي في حلحلة هذه الأزمة وإنهاء هذا النزاع بدلا من تقديم الدعم المادي والعسكري لجبهة البوليزاريو كما يرى ضيفي هنا؟ ولكن في مقابل من يقوم المفروض بدور الحكم؟ لماذا يعني ترمى الكرة إلى الجزائر؟ الجزائر لا تخفي أنها تدعم الصحراويين في تقرير مصيرهم. هذا موقف ليس جديدا. الموقف أنه في المقابل المغرب قبل بالأمم المتحدة أنت تعالج الملف، ولكن المغرب قبل بآليات الأمم المتحدة في معالجة يعني أنت تحدثت عن أن الجزائر تقوم بتقديم الدعم لجبهة البوليزاريو لدعم حقهم بتقرير المصير. إذا ما سمحت لي سيد جمال، تتحدث أن المسألة متعلقة بدعم جبهة البوليزاريو بحق تقرير مصيرهم، ولكن ماذا تستفيد؟ إذا ما سمحت لي سيد جمال، هل تسمح لي أطرح التساؤل عليه؟ إذا مضى المغرب في المطالبة بسبتة ومليلة سيدعمه كذلك. يعني تحدث أن جذور المشكلة ليس لها علاقة بهذه الأزمة، والأمر هنا بالتالي سؤالي: هل الأمر متعلق باعتبارات تاريخية وحق تقرير المصير ودعم الجزائر لجبهة البوليزاريو بحق تقرير المصير، أم هي تصفية حسابات قديمة بين الجزائر والمغرب هنا؟ لا يمكن الإقرار أن هناك جذور تاريخية، جذور محاولة المغرب تحرش بالجزائر بعد الاستقلال، يعني هذا لا يمكن نكرانه. ولكن في المقابل هناك أيضا جذور تاريخية أو خلفية تاريخية. هناك قوانين دولية، هناك طرح للموضوع في المحكمة العليا، محكمة العدل الدولية للموضوع، اعتبار الصحراء الغربية أرض مستعمرة تدخل في إطار تصفية الاستعمار. يعني هذا لا يمكن كذلك نكرانه. يعني أما المطالبة
المغربية بها واعتبارها أرضا مغربية مباشرة بعد الخروج الاحتلال المغربي، هناك جدل ونقاش. يعني هناك سكان مازال يجب الاعتراف كذلك في المقابل. حق رد مكفول هنا لدكتور ميلود بالقاضي على ما تذكره هنا سيد جمال، إذا ما سمحت لي. دكتور ميلود، هل بإمكانك الرد على ما ذكره سيد جمال؟ نعم، لأثبت للأخ هناك أنه ناطق رسمي باسم بوليزاريو، يكفي أن يقول أن هناك قوات الاحتلال المغربية. هذه كلمة الاحتلال أعتقد أن الأخ هناك الجزائري أنا لم أستعمل هذا التعبير بالمناسبة، أنا لم أستعمل هذا التعبير. لم يستعمل. أنت تقول لي ما لم أقله. أنت تقول لي ما لم أقله. أنا لم أقل هذا الكلام. سيد جمال، هل تسمح لي هنا بإعطاء الفرصة لدكتور ميلود لإيصال الفكرة ثم سأعود إليك مرة أخرى؟ حتى مفهوم تقرير المصير هذه كلمة أصبحت متجاوزة في القانون الدولي. السؤال بسيط: هل يعقل أن تتمزق بلدان المغرب العربي لإضافة دولة أخرى؟ هل كيان بوليزاريو المتواجد على الجزائر هل تتوفر مفهوم الدولة؟ الجزائر إذا كانت فعلا تريد خدمة القضايا العربية وتدافع عن حقوق تقرير المصير فلتبدأ فيما يجري داخل الجزائر. لا يجب أن لا نتهرب. السؤال بسيط: أين توجد البوليزاريو؟ ألا توجد على أراضي جزائرية؟ فلتتنازل الجزائر عن تندوف وتعطيها الأراضي لتبني فيها ما تشاء. الأخ يقول أن هناك ليست أي تحرك. يكفي البلاغ الصادر عن جبهة بوليزاريو التي تتكلم عن مناطق حرة أو مناطق متحررة. على أي مناطق متحررة يتحدثون؟ على من هي؟ أيعنوا بها تندوف؟ نعم، اتضحت الصورة سيد جمال. لماذا لا تلعب الجزائر دورا إيجابيا كما ترى أيضا الأمم المتحدة؟ لماذا تبقى أزمة الصحراء وهذه الخلافات سببا هنا وحجر عثرة أمام القضايا العربية؟ دعنا نكون صرحاء ولكي أثبت للأخ أنا لا أقدم لا الرواية لا أعبر على الرأي الرسمي الجزائري، بالعكس أنه النظامين المغربي والجزائري يعني صراحة يلعبان بهذه القضية. قضية لو كانت تمل أمل أنه يتم إيجاد حل عادل في إطار بالعكس اتحاد مغاربي ليس فيه حدود لا بين المغرب ولا بين الصحراويين ولا بين التوانسة وبين الليبيين، يعني إطار مغاربي مفتوح للجميع، يعني بدل من أن تبقى هذه في النهاية هناك استغلال سياسي من النظامين، دعنا نعترف بذلك. ولكن الرباط يعني اقترح لتسوية حكما ذاتيا تحت سيادتها، لماذا لا يشكل هنا هذا المسألة حلا مقبولا؟ لماذا لا يتم عمل دور إيجابي من قبل الجزائر بدلا من تقديم الدعم العسكري؟ هناك في المقابل كذلك هناك طرح أممي يقول أنه وطرح بعض يجب الاعتراف كذلك أن هناك سكان في الصحراء الغربية غير مرتاحين يعني أن يكونوا تحت الحكم المغربي. هناك يجب الاعتراف بذلك. هناك طرح صحراوي وتدعمه الجزائر وطرح حتى أممي. كان هناك حتى هناك اتجاه في فترة ما في هذا الاتجاه لإجراء استفتاء تقرير المصير إذا قرر الصحراوي البقاء تحت الحكم المغرب. ولكن هذه المسألة هذه القضية تترك إلى الأمم المتحدة للفصل فيها. وهنا سؤالي يا سيد جمال، نعم. ما هو الآن الخطوات الواجب اتخاذها من الجزائر لحل هذه الأزمة وترك الباقي للفصل في هذه المسألة للأمم المتحدة؟ طيب. ما الدور المطلوب يعني من الجزائر؟ أنا أتمنى أن تلعب الدور الجزائر مساهم في أن يتم إيجاد حل، وكذلك المغرب ولا يتخذ النظامان كذلك هذه القضية يعني لعبة أحيانا للاستهلاك. طيب، وهو المطلوب. السؤال الأخير بالدقيقة الأخيرة لنعطي الفرصة لدكتور ميلود، ما هو الخطوات الواجب اتخاذها من المغرب والجزائر لإنهاء ورأب الصدع في مستقبل العلاقة في هذه الأزمة؟ هل السؤال لا، هذا السؤال لدكتور ميلود بالقاضي. نعم أختي، يجب أن نكون واضحان. المغرب قدم يعني أولا يجب أن لا نساوي المغرب مع الجزائر. المغرب يدافع يعني شعبا حكومة وملكا عن أراضي عن وحدته. المشكل هناك في الجزائر مشكل الصحراء هي مشكل نظام وليس مشكل نخبة. يكفي أن نرى
كل الأحزاب السياسية، معارضة، أغلبية، برلمان، بل حتى السكان الصحراويين، ليؤكدوا أن قضية الصحراء المغربية في المغرب هي قضية وحدة ترابية، وحدة وطنية لا نقاش حولها، على عكس في الجزائر هي مسألة نظام له حسابات تاريخية معينة مع المغرب. أشكرك جزيلا دكتور ميلود. انتهى الوقت تماما في هذا الملف، وأعتذر منك دكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية كان معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا سيد جمال طالب المحلل السياسي من لندن. شكرا لكم وضيفي الكرام.